نجد قصصا من القرآن الكريم تحث على الصبر والاستقامة في ظل الظروف الصعبة. منها قصة نبي الله أيوب عليه السلام. وقصة نبي الله أيوب عليه السلام تعتبر مثالا بارزا للصبر والاستقامة. واجه أيوب عليه السلام الصعوبات الكثيرة، من فقدان الصحة والمال إلى فقدان الأسرة، ومع ذلك ظل عليه السلام صابرا وثابتا في إيمانه بالله. نجد في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نجد أن الله جل جلاله اختبر صبر أيوب وأعاد له الصحة وأهله وضاعف له ما كان له.